والسلام الله عليكم يا جماعه الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا سيدي بخير وعلى خير وفي صحه جيده. صحابي خوتي وخواتاتي، اليوم جايب معايا قصه زوينه، قصه اللي خدات ليا بزاف الوقت، ولكني كنت غادي نرميها في السيمانه اللي فات نهار السبت وما كتبش. قدر الله وما شاء فعل، مات لي العم ديالي. انايا من هذه اللحظه جيبتكم عفاكم كاملين ترحموا عليه وتجدوا عليه الرحم، واللي عنده العائله ديالته عافاكم كنطلبكم وكنعاود نطلبكم جلسوا معاهم، نشطوا معاهم، عيشوا معاهم لو ماكسيموم ديال الوقت لقيتو. لين فريمون حتى كيمشيو عاد تنفتقدوا داك الشخص ولا ديك الانسانه، وكانوا تنقولوا كون غير بقات، كون ما خلينا ما درنا ليها، كون غير بقات، كون قبلنا غيسين معاها. وفي هنايا كتولي لحظه الندم. لهما من الاحسن خليونا مجموعين وجلسوا معاهم وعطيهم الوقت، لا الوالدين لا العائله لا اي واحد داخل حياتك، حاول تبروفيتي معاه لو ماكسيموم ديال الوقت. كنشكركم بزاف ولا خداكم عليا. ندخلوا في القصه ديالنا اليوم. القصه ديالنا كتدوي على قصه تاع واحد جوج الصحاب اللي كانوا ما كيتفارقوش، كانوا 10 تقريبا 18 عام، وفي الاخر بات تنتهي القصه ديالهم بواحد الطريقه اللي بشعه، واللي هما بجوج ما كانوش كيتخيلوا من نهار بداو العلاقه ديالهم انها غادي تكمل بهذه الطريقه هذه. سيادي قبل ما نمشيو نتصنتوا لهاد القصه هادي، غادي نجيب لها معاك كيف ديما واحد الكاس ديال القهوه، وغادي تجي شي كيتمنى يكونوا كيصنعوا مزيان واش في شي بلاصه ما يكونش فيها الصداع. وإلا كنتم موجودين يلا كاملين نتصنتوا القصه ديال جوج الصحاب خالد وعبد الخالق. هاد القصه وقعت بين جوج ديال الصحاب، واحد سميتو خالد عنده 44 سنه، والاخر سميتو عبد الخالق عنده 36 سنه. خالد كانت عنده حانوت وكان عنده واحد الحساب قديم بينه وبين عبد الخالق. عبد الخالق كان واحد الانسان اللي الله يعمرها دار، عزيز على كل شيء ومبعد راسو من المشاكل. في واحد النهار سيادنا تناقش هو وياه، وهنايا خالد حط عبد الخالق في راسو. دازت الايام حتى لواحد النهار سخرات مرات عبد الخالق ولدها للحانوت باش يجيب لها شي مقديه، وراكم عارفين الولد مازال صغير، كانت في عمره تقريبا شي 6 سنين. كان الوقت تقريبا شي 3 ديال النهار. هي هذيك مشى مصطفى للحانوت، والحانوت تقريبا كان قريب للدار، كان حدا العماره فين كانوا ساكنين. تعطل مصطفى وما رجعش للدار، بقات مو كتفقس مسكينه هي بوحدها، وهي جالسه مسكينه تتفقس وكتقدد غير بوحدها. شويه حتى كتسمع السير تحشات في الباب وتحلات باب الدار، مشات كتجري وهي تلقى عبد الخالق يلاه حل باب الدار بيدخل، وهي تقول ليه ما عرفت فين هو مصطفى، راه سخرته من قبيله وباقي مازال ما رجعش. عبد الخالق ملي كان داخل للدار كان هاز معاه شي مقجه في يديه. ملي سمع ديك الهضره اللي قالت ليه راه كاع داكشي اللي كان هاز هو يمشي كيجري. السؤال الاول اللي سولها قال لها فين هو وفين مشى، قالت ليه راه سخرته عند خالد الحانوت باش يجيب ليها شي تقجيه. منين جات عبد الخالق سميت خالد في ودنيه ما صبرش، كيف قلت لكم رمى داكشي كامل اللي كان هاز في يديه ومشى كيجري قاصد الحانوت ديال خالد كيقلب على ولده. كيف وصل للحانوت وهو يضرب على الريدو لقى خالد مهبطو غير حتى للنص، وهو ما موالفاش ليه انه كيسد الحانوت بلا ما يجي القفول عليها. هنايا عبد الخالق من ضرب على الريدو بان ليه في ديك الحاله ما طمناتوش نفسه، مشى كيجري بقى مدابز معاه باش يطلعو وكيعيط وكيغوت بسميت ولده، خايف عليه لا توقع عليه شي حاجه. اللي هز اللي بيهز داك الريدو لقى خالد جالس حدا الكونطوار، شاف فيه خالد بواحد الشوفه ديال الغدر ويقول ليه مالك، ياك ما طرا لك شي حاجه، ياك ما كتقلب على ولدك هنا. هنا عبد الخالق نفسه ما هناتوش وما حاملش يجاوبو ولا يهضر معاه. اول حاجه ومن ضمن الحوايج اللي دخلوا لعبد الخالق الشك هي انه الوقت اللي كان سد الريدو ما كانش وقت التناجيك، ما كانش الليل، ما كانش الصلاه، ما كانش شي حاجه اللي ولا شي سبب اللي غيخليه غادي يسد. ومعروفه على خالد انه كيكون حال 24 ساعه على 24 ساعه. بان ليه خالد مغير بزاف وماشي على برجو، ماشي كيف مالف كيكون وكيفاش كيكون هضرتو، بين ليه في عينيه الغدر، بين انه وحش ما بقاش كيبان على صفه انسان. شويه هو كيشوف فيه زاد عبد الخالق خطوه لقدام، مشى قاصد باه يقلب البلاصه فين كيحط خالد السلعه. هنايا خالد دار واحد ردة الفعل بلا ما يحس، ناض هو يحبس وما خلاش يدخل. قال ليه ما عندكش الحق تدخل ولا تهجم عليا، راه الهاجم كيموت شرعي. قال ليه الا ما خليتينيش ندخل راه غادي نعيط لك على البوليس. منين شافوا انه ما بغاش يتنازل ومصمم انه يدخل خلاه، قال ليه سير دخل، راه هو قلب على ولدك وكون متاكد راه ما غادي تلقى حتى شي حاجه، حيت انا ما شفتش ولدك وما عرفتوش فين كاين، سير شوف فين مشى. عبد الخالق دخل على نيته يقلب على ولده، راكم عارفين اللي مشوي في كبدو ما باقيش كيعرف شنو كيجير.
خالد في هاد اللحظه استغل الفرصه، هو يرجع بالسربه كيجري ويسد الريدو ديال الحانوت. عبد الخالق مسكين ما خلا فين قلب، مشى للجهه فين كيحط السلعه، مشى للجهه فين مستوكي الدقيق، مشى حتى للجهه فين كينعس، ما لقى والو، ولا ضارو راسو كيدور بجنابو ما باقي بان ليه والو، تلف صافي فقد الامل وهو خارج في حاله. وما نقول لكمش حالته كيف كانت شويه ويلفت الانتباه ديالو واحد السلوم كيطلع لواحد السده بحال شي حاجه سيدنا قالت ليه رجع وعاود قلب في ديك البلاصه وطلع لديك السده وشوف فيها اش كاين. بلا ما يحاول حتى يفكر مشى كيجري وهو يطلع في داك السلوم. طلع سيدنا الفوق. هنا كانت صدمه العمر. عبد الخالق مسكين لقى ولده، لقى داكشي علاش تيقلب، ولكن ما كانش متوقع غادي يلقاه في الحاله اللي شافو فيها. لقى ولده سيدنا مذبوح وغارق في دماياته، وعرف باللي خالد هو اللي دار في ولده هاد الحاله. تعصب بزاف وتجنن لدرجه ما بقاش قادر يتحكم في راسو، بقى كيدور في جنابو تيقلب على شي حاجه يهزها باش يمشي يرد حق ولده. ولكن الدوره اللي دار لقى خالد واقف موراه، وعرف انه واقف ناوي على الغدر وناوي يجي مع شي حل في ديك اللحظه. خالد كان مصمم ومتوقع ديك ردة الفعل حيت كان عارف اش داير. انا عبد الخالق مسكين مشى كيجري، كان قاصدو، ولكن عدو الله كيف قلت لكم كان داير بحسابه. كان هاز واحد السلسله في يديه، غدرو غفلوه وهو يدور عليه على عينه، بقى مزير عليه حتى خنقو. ومنين زاد كملها هي منين طاح عبد الخالق في الارض بدا كيشتف ليه على راسو. تخيلوا معايا سيدي المستوى ديال الحقد والكراهيه اللي وصل لها هذا السيد هذا. منين سال منه حتى هو خلاه غرق في دمه، مشى بكل بروده غسل يديه نقى حالته باش ما يخلي حتى شي اثار ثلجاني ما بينه. خرج سد الحانوت هو يخليهم تماك. والمهم هو هنا عبد الخالق بحال تقولوا ما ماتش، كانت باقيه الروح كتطلع وكتنزل فيه. بقى مسكين كيقاوم وكيحاول يوقف على رجليه، بقى كيتقاتل حتى وصل للباب ديال الحانوت. ولكن المفاجاه هو انه لقاه مسدود. بقى كيضرب فيه ولكن حتى شي واحد ما جاوبه. راكم عارفين بنادم مضروب وخرج منه بزاف ديال الدم، الضربات ديالو كانوا ضعاف، بقى كينزف منه بزاف ديال الدم. طاح ثاني مره في الارض ولكن واخا هكاك ما استسلمش، بقى كيقاوم مسكين. راكم عارفين الحرقه ديال ولده اللي مات ليه وشافو قدامه في ديك الحاله ما قدرش يتحملها، وكيحاول يدير اي حاجه باش غير يعتق راسو ويشوف شنو هو الحل باش يرد الطائر ديال ولده. وهو مسكين كيتقاتل وكيغوت وكيضرب بيديه ورجليه في الريدو ديال الحانوت حتى شي واحد ما سمعو. ولكن كيف كنقولوا الروح عزيزه عند الله، الا كنتي في داك الحاله راه اي حاجه كتجرى كتقول راه ما تندير والو. شويه حتى كيسمعوا واحد السيد حاول يقرب ودنيه على باب الحانوت، سمعوا كيغوت وكيقول واحد قول روح عباد الله. من يسمع السيد داك الغوات مشى كيجري هو يعلم البوليس. من بعد تقريبا شي 45 دقيقه وهما يوقفوا البوليس. كيف قلت لكم من خرج خالد من المحل زدت عليهم بالقفوله. هنا البوليس بقاو ضاربين حتى طرطقوا دوك القفوله كاملهم اللي كانوا في باب الريدو وهما يهزوا الريدو. ولكني هنا يعطى الله اللي عطاه. عبد الخالق حتى هو فارق الحياه ومشى عند اللي خلقو. منين دخلوا البوليس للحانوت شافوا مكان الجريمه، غطاو الجثه تاع عبد الخالق هزوها وهما يطلعوها في الطوموبيل. ولكن ما كانوش عارفين ان ولده حتى هو راه كان ميت في السده. حتى اللي كان بغى ينزل الريدو حتى كتبان لهم واحد المشة غير بالصدفه خرجه من وسط قاع المحل ورجليها كانوا عامرين بالدم. هنايا واحد البوليسي منين شاف داك المنظر دخلو الشك وما هناتوش نفسه، كان عارف بلي شي حاجه كانت واقعه تماك. هنا سيدنا البوليس جاهم الفضول ودخلوا كيقلبوا وهما يلقاو الجثه الثانيه ديال الولد الصغير. الصدمه الكبيره ماشي هي هادي سالي، الصدمه الكبيره هي منين غادي يسيقوا لمراتو الخبار. مرتو ما كان فراسها والو من هادشي اللي واقع، كانت جالسه في الدار مفقسه مسكينه وكتسنى ولدها وراجلها يرجعوا. شويه وهي جالسه في الدار حتى كتضرب على حانوت خالد وكتبان لها قدامها كاينه واحد الشيوخه كثيره وعباد الله واقفين. بلا ما تشعر كيف قلت لكم النفس راه ما كتهنيكش، مشات كتجري رمات عليها واحد العبايه وهي تخرج حتى من باب الدار خلاتها محلوله. هي غاديه وكتقرب للحانوت حتى كيبان لها الاسعاف والبوليس واقفين وكلشي واقف. ولات كتخشى في الزحام وكتدافع مع هذا ومع هذا، بغات تعرف شنو واقع شنو طاري تماك. ولكن راكم عارفين البوليس في هذه الحاله ما كيخليوكش تقرب لمكان الجريمه، وهي كتطلب وكتزوق فيهم حتى جات تدخل واحد السيد من رجال الشرطه
كان جارهم ساكن حداهم وعارفها بلي راها مرت عبد الخالق ومت مصطفى الله يرحمه. شدها ويجرها ويطلعها من الطريق ويبقى كيبرد فيها وكيقول لها اذكري الله راه قدر الله ما شاء فعل، راه لقينا عبد الخالق مقتول لداخل. بديك الفقصه وبديك الصدمه منين سمعت ديك الخبار شدها كريزو هي طيح. ما كانتش متوقعه بلي راجلها هو اللي غيكون لداخل ولا غادي يموت، الله يكون في عوانها مسكينه. داوها للسبيطار وهي مغيبه، وهنايا ساقت العائله ديالها كامله الخبار، جاو عمامها جاو خوالها كلشي جا عندها للسبيطار منين سمعوا هاد الخبر المشؤوم. بقاو كيواسيوها وكيهتنوا فيها، كانت مسكينه كتبكي وكتنخسس. الفقسه ديالها في هاد اللحظه ما تبغيهاش العدوك، كتقول لهم سيادنا فهموني اش واقع اش طاري، راه عبد الخالق جا للدار وجايب معاه المقديه ودابا كتقولوا لي راه مات، راه ما يمكنش هادشي اللي كتقولوا لي، ولكن انا هي السبب، كون ماشي انا اللي قلت لها هذيك الهضره وصيفطو جاعر بديك الطريقه ما كانش غادي يوقع لها هادشي كامل. شويه وهي داخله في ديك الحاله الهستيريه وهي تنطق لهم، قالت لهم جيبوا لي يا ولدي بيت ولدي نعنقو ونشم فيه ريحه باه، راه هو اللي بقى عندي. حنايا العائله ديالها ملي طلبت منهم هاد الطلب ما بقاو عارفين ما ياكلوا، شي ولا كيشوف شي صدموا، ولاو ما بقاو عارفين واش يكذبوا عليها ولا يقولوا لها الحقيقه. يعني تعرفوا الا قالوا لها اش واقع راه ما غاديش تقدر تصبر وتقدر تدخل في شي حاله اللي لا يرثى لها. قالت لهم مالكم ساكتين، مالكم كتشوفوا فيا، انا مزوقه فيكم، جيبوا لي يا ولدي بيت نشوفوا. هنايا في هاد اللحظه وهي كتبكي وكتغوت تدخل واحد السيد اللي هو ولد خالتها، كان واحد الراجل كبير كان ملتزم وعارف بينه وبين اللي خلقه. جاها من الاخر وواجهها بالخبر، قال لها قدر الله ما شاء فعل، الله يعظم اجرك لا في عبد الخالق ولا في ولدك. نزلت عليها الخبر بحال الصاعقه، ما عرفتش باش تبلات ولا كيفاش غير حتى تفكر في هاد الهضره اللي قال لها ولا غير كيفاش حتى تستوعبها. تخيلوا معايا انك تكون عندك الامل في واحد الحاجه صغيره تكون هي اللي باقي عندك فيها الامل ورابط بها الامل ديالك، في الاخر يقولوا لك حتى هي راه مشات وما بقاتش. بقاو معاها شويه بشويه حتى حاولوا يقنعوها ويصبروها ويقويو ايمانها. هنايا سيادنا البوليس مشاو قلبوا مزيان وتعمقوا في البحث وكثروا من التحريات، في الاخر وصلوا انهم عرفوا ان خالد هو سبب هذا الشيء كامل، وهو سبب هذه الجوج الجرائم البشعه اللي عطاه قلبه وعطاتو خاطره انه يديرو. بداو كيقلبوا عليه وكيسولوا وكيقلبوا حتى بالتصاور ديالو، ما خلاو حتى شي بلاصه وتقول واش بان ليه الاثار. فقدوا الامل، ما خلاو فين يقلبوا، بقات لهم بلاصه وحده هي المحطه ديال الطاكسيات. دخلوا ليها وبداو كيدوروا التصاور ديالهم على صحاب الشوافريه، كيسولوا هذا وكيستنطقوا هذا وكيحققوا مع هذا. بقاو هكاك حتى وصلوا عند واحد مرضي الوالدين، واحد الشيفور عنده تاكسي كبير، شافو وهو يعرفو ما ترددش حيت كان عاقل عليه مزيان، وهنا غادي تعرفوا علاش كان عاقل عليه وبقى عاقل على وجهه. هنا سيادنا منين قال لهم مول التاكسي راه عرفتو، داوه معاهم للكوميساريه باش يحققوا معاه، ومنين دخلوا معاه في التحقيق قال لهم هذا السيد هذا تنعرفو مزيان، كنت ديتو معايا لواحد الدوار كاين في ازيلار ومشيت ديتو كورسه وقال لي حسبها لي باش ما بغيتي، غير كاين واحد الشرط ما بغيت حتى شي واحد يمشي معايا. هنا البوليس منين سالاو التحقيق مع الشيفور مشاو في البلاصه وهما ربطوا اتصال مع رجال الشرطه ديال ازيلار باش يبداو حتى هما في البحث ديالهم. وهنا سيادنا من بعد بحث اللي دام اكثر من شهرين قدروا يوصلوا ليه، والطريقه باش وصلوا ليه كانت غير بالصدفه. كي قلت لكم في الاول الروح عزيزه عند الله، كانوا البوليس غاديين في الطريق ما بيهم ما عليهم، وقفوا في واحد الفروج الدوره اللي غادي يدوروا حتى غادي يشوفوا واحد السيد راكب فوق واحد البيكالا ومربي واحد اللحيه كبيره ومغوفل وحالته لا يرثى لها. كيف قلت لكم تصور ديال خالد عند البوليس كاملهم، منين شافوه شكوا فيه، بقاو تابعينه هو غادي وهما غاديين من موراه. وكيف قلت لكم ديما غادي وكيتلفت في جنابه، يعني ملي كدير دوك الحركات راك باين داير شي حاجه وهربان منها. شويه وهو غادي هو يدخل مع واحد الدرب مشى هو يحل واحد الحانوت، يعني هنا خالد سيادنا مشى هرب وهو يتحول من المدينه وبقى في نفس الحرفه ديالو. يعني عمر الرقاص ما كينسى هز الكتف، يعلم الله اش كان معول ثاني بيدير في ديك الحانوت. دخل اللي دخل الحانوت وهما يوقفوا عليه وما يبقاو كيحققوا ليه في وجهه مزيان، وهنا تبين انه خالد وغير متنكر مورا ديك اللحيه اللي كان داير. الا شفتيه غادي ودير ديك اللحيه ولا لابس واحد الطاقيه ولا لابس واحد الفوقيه ما تقولش هربان ومخلي موراه واحد الجريمه اللي قدها كداش، اللي غادي الضحيه ديالها فيها جوج الرواح اللي ما دايرين مساكن لا بيديهم ولا برجليهم. في البلاصه
منين تبين انه خالد شدوه وما يعتقلوه، بداو معاهم هو يبداو معاه التحقيق وكيسولوه علاش درتي ديك الجريمه، وشنو هو السبب اللي خلى ان قلبك يولي القاصح بحال هكا، وعلاش قتل داك الطفل البريء بلا رحمه بلا شفقه. هنا سيادنا خالد اعترف للبوليس بكل شيء من الاول حتى الاخر. منين سالاو معاه التحقيق رجعوه لمدينته وما يديوه لمكان وقوع الجريمه. راكم عارفين خاصهم يجروا معاه تمثيل الجريمه وكيفاش وقع. هنا سيادنا منين سالاو معاه البوليس داكشي اللي خاصو يدار وكملوا معاه المسطره الجنائيه قدموه للمحكمه، وهنا المحكمه اتخذت معاه اقصى العقوبات ويتحكم عليه بالسجن المؤبد. انا عارفكم سيادنا غادي تكونوا مصدومين من هذه القصه هذه ومن الاحداث اللي وقعوا فيها، ولكني كاينين بعض البشر وبعض بني ادم اللي قلبهم حجر وتقدروا توقعوا منهم يديروا بحال هكا وكتر كاع. كل واحد تياخذ الجزاء ديالو حين الروح عزيزه عند الله. خالد خدا العقاب ديالو، عبد الخالق وولد الله يرحمهم. سيادنا هنا الحلقه ديالنا اليوم تقادات، نتمنى تكون انها عجبتكم. اللي عجباتو القصه ديالي ما تنساوش تشاركوها مع اصحابكم وما تنساوش ضربوا زر الجرس ودخلوا مرحبا بكم عندي. واهم حاجه كنتسنى التعاليق ديالكم حيت كنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم كاملين. كنشكركم بزاف سيادنا وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كان معكم خوكم المزواري، السلام عليكم.